المنتخب التونسي معاقب من طرف الكاف لانه لم يشارك. المنتخب التونسي لم خير عدم المشاركه في بطوله افريقيا المحليين. اذا مش تعاندني في بلادي انا نقوم. شوف تعاندني في بلادي نقوم ونخليك في مكاني. انا اعتقد بان المنتخب المغربي كان واضحا في شرطه، هو ان يكون خط جوي مباشر وان يكون بطائره مغربيه، وهذا الشرط كان على الاتحاد الافريقي وليس على الاشقاء الجزائريين. إذا نجح الاتحاد الإفريقي في ضمان خط جوي مباشر بطائرة مغربية سنكون حاضرين. إذا لم يتمكن فسيكون الاتحاد الإفريقي فشل في مهمته، والمنتخب المغربي الآن هو جاهز ويستعد تحسبا لهذا الصحيح القبول بهذا الشرط المغربي. بعد 4 أيام من الآن يوم 13 من هذا الشهر تنطلق هذه الكأس الإفريقية. كابتن حكيم صباح، يبدو أن التنظيم جيد جدا، ملاعب جديدة في الجزائر، أجواء أخرى، تقريبا ستكون أفضل البطولات الإفريقية للمحليين إن صح التعبير. أكيد ربما هي ستكون الأفضل. لماذا؟ قياسا ب 18 منتخب سيشارك، وهذه الأولى في التاريخ. ثانيا الملاعب 18 نرجعوا لها خاطر افريقيا احنا نقول تعرفش العالم نقولوا يزيد فيه، يعني ما يقدروا يرجعوا ل 14 18 طريقه سيئه جدا، ولكن كمحليين ممتازه جدا. الملاعب التي جهزت وهيئت من طرف الجزائر: ملعب بالرويبه نيلسون مانديلا بالرويبه الذي سيكون هو الذي سيحتضن كذلك النهائي وسيحتضن مباريات المنتخب الجزائري. ملعب وهران ميلود هدفي الذي جدد، ملعب عالمي على طراز عالمي. كذلك ملعب قسنطينه شهيد حملاوي وملعب عنابه. يعني ملاعب على مستوى عالي. ولكن الأحسن في هذا أنه من الناحية التنظيمية كل المنتخبات المشاركة ستحظى بملعب خاص لها بالتدريب. يعني كل منتخب يكون له ملعب تدريب خاص به. 21 ملعب وضعوا تحت تصرف هؤلاء المنتخبات. الفنادق كلها قريبة من الملاعب بالتدريب. التنظيم الجزائر جاهزة من الناحية التنظيمية، بقي فقط أن ننتظر صافرة البداية. أتمنى أن تكون هناك 18 منتخب سيشارك في هذه الدورة، لأنها أظن أنها ستكون الأنجح، لأنه دائما منتخبات شمال إفريقيا تونس الجزائر المغرب أو مصر أو ليبيا لما ينظمون ستكون التنظيم في البطولات الإفريقية أحسن من المنتخبات الإفريقية الباقية. منتخب الجزائر هيكل لو سمحت في دقيقتين لا في دقيقة يلا في 30 ثانية. أشبال بوقرة فقط. المنتخب الذي فاز بكأس العرب سيكون حاضرين فقط 3 لاعبين: دراوي عبد اللاوي وميريزاك. إذن هذا المنتخب من اللاعبين المحليين، خصوصا أن كل النجوم الجزائرية التي تلعب في الدوري المحلي الآن هم في الاحتراف. إذن هذا المنتخب إن شاء الله أنا أتمنى أن يفوز باللقب رغم أن المأمورية ستكون صعبة. على فكرة بالنسبة لبطولة افريقيا المحليين 6 مجموعات، 3 مجموعات ب4 فرق و3 مجموعات ب3 فرق. 3 مجموعات ب4 فرق يتأهل الأول والثاني، و3 مجموعات اللي ب3 فرق يتأهل فقط الأول حتى نصنع 8 فرق. يعني في الأخير يعني الحقيقة نظام تجده إلا في القارة الإفريقية. مباشرة أستاذ محمد المغودي، نعرف جيدا أنه في الفترة الأخيرة المشاركة المنتخب المغربي لم تكن متأكدة، باعتبار نعرف جيدا الوصول بطريقة مباشرة إلى الجزائر كان فيه ممكن بعض المشاكل. لن أعود لتلك المشاكل، ولكن هل تأكدت مشاركة المنتخب المغربي في بطولة إفريقيا للمحليين؟ والله عزيزي هيكل، في البداية أتمنى لأشقاء الجزائريين النجاح، وأتمنى أيضا أن يكونوا في مستوى تطلعات القارة الإفريقية. أنا أعتقد بأن المنتخب المغربي كان واضحا في شرطه، هو أن يكون خط جوي مباشر وأن يكون بطائرة مغربية، وهذا الشرط كان على الاتحاد الإفريقي وليس على الأشقاء الجزائريين. إذا نجح الاتحاد الإفريقي في ضمان خط جوي مباشر بطائرة مغربية سنكون حاضرين. إذا لم يتمكن فسيكون الاتحاد الإفريقي فشل في مهمته، والمنتخب المغربي الآن هو جاهز ويستعد تحسبا لهذا الصحيح القبول بهذا الشرط المغربي. واضح. كابتن ربيع العفوي، المنتخب المغربي من الناحيه الفنيه هل هو سيشارك بالمنتخب الاولمبي اعتقد 23 سنه، باعتبار في بطوله افريقيا لاقل من 23 سنه ستكون في المغرب. وكذلك تحضير هذا الفريق اللي ان شاء الله الى البطوله لتحقيقهم للتاهل الى اولمبياد. صحيح. الى اولمبياد الاربع فرق الاولى في كاس افريقيا اللي اقل من 23 سنه في المغرب يتاهلون للالعاب طبيعي بطبيعه الحال. وكذلك انه ممكن هذا يخلي على أنه الدوري كذلك المحلي يستمر، لأنه تعرف مع كأس العالم كذلك التوقف بالنسبة لكأس العالم الأندية الذي سوف ينظم بالمغرب،
وبالتالي على مستوى الدوري عندما توقف مرة أخرى سوف نجد صعوبة في إكماله، ولهذا أعتقد بأنه خيار أنه يلعب بأقل من 23 خيار جيد. لدينا العديد من العناصر التي تلعب مع فرقها الأولى في الدوري المحلي في مجموعة أعتبرها شخصيا صعبة. يعني نتكلم على مدغشقر الذي تطور في السنوات الأخيرة، كذلك السودان الذي نعرف بأنه غالبية اللاعبين من المريخ والهلال، ثم المنتخب الغاني أقل لأنه نعرف تقريبا كلهم لما تلعب مع منتخبات سواء على المستوى المحلي ليسوا ممكن مع نفس المنتخبات اللي لاعبينهم يكونوا محترفين. واضح كابتن ربيع العفوي. طبيعي بالنسبة لكابتن علي ميهوب وكابتن طارق سالم نعرف جيدا المنتخب المصري والمنتخب التونسي خير عدم المشاركة في بطولة افريقيا المحليين منذ البداية. لا منذ البداية. لا سامحني هيكل. شو سامحني؟ المنتخب التونسي معاقب من طرف الكاف لأنه لم يشارك. المنتخب التونسي لم خير عدم المشاركة في بطولة افريقيا المحليين. إذا مش تعاندني في بلادي أنا نقوم. شوف تعاندني في بلادي نقوم ونخليك في مكاني. لا ادخل وشوف. تعرف أنت مشكلتك حكيم شو؟ أنك تعتمد على مواقع سيئة جدا. لا مش مواقع ومعلوماتها خاطئة. مثل معلومات كاس افريقيا للمحليين في الكاميرون. يا خيرنا عدم المشاركه يا حكيم. يا هيكل كاس افريقيا للمحليين في الكاميرون. في الكاميرون المنتخب التونسي انسحب. مخطئ يا حكيم. انا نقول لك مخطئ. انا كنت مع الاتحاد التونسي مخطئ. المنتخب التونسي والمصري خير عدم المشاركه. شكرا جزيلا كل من كابتن طارق سالم، كابتن علي ميهوب، ايضا استاذ محمد الميغودي. شكرا جزيلا. لم يترك لي حكيم الوقت حتى اشكركم بالطريقه المثلى. كابتن ربيع العفوي شكرا جزيلا. شكرا. حكيم مصباح شكرا جزيلا. شكرا. ولكن كنت مشاغبا اليوم يا هيك. لازم تتاكد من المعلومات المواقع اللي تعتمدها. اجمل تحيات بعلن بينو في الاعداد وعدنان حجازي في الاخراج. الى اللقاء. الجلسه في كره عربيه مشكله لانه تبين البطن. كنا نتحدث في هذا الاشكال. هو الوحيد اللي عندنا في الاستوديو رياضي بشكل تبارك الله يعني 100%. وكابتن ربيع العفوي حكيم اموره منظمه ما شاء الله عليه حتى عينوه مسكين ولا لا ان شاء الله لاباس. هو انت هذه مرت عليك. هو القصد ديالو مش انه يعمل لي فصل اطراء. معلم يدخلوا معك يدخلك معاه في نفسه. هو يحب يعمل هو ليش هذيك يعني شو بالضبط ايش معناه يقول لك الوحيد اللي كذا وكذا. نمشيو الميغودي مباشره. الاستاذ محمد الميغودي استاذ مباشره. اعتقد كأس عالمية تاريخية غير عادية على كل المستويات. والله يا عزيزي هيك أقول بقدر ما كانت سعادتي كبيرة جدا بالمسار الموفق والاستثنائي للمنتخب المغربي، بقدر ما كانت سعادتي أيضا وبالموازاة مع ذلك أيضا بنجاح قطر. قطر التي ردت بشكل عنيف على كل من استصغر قدرتها ومؤهلاتها على الإبداع وعلى النجاح. قطر ردت بشكل عنيف على كل من حاول التقليل من ذكاء واجتهاد وأيضا كفاءة الإنسان القطري. قطر أيضا استضافت ورحبت، ولكنها بالمقابل انفتحت وأيضا تفاعلت وحافظت أيضا على القيم. الحفاظ على القيم كانت أكبر رسالة التي عبرت عن نجاح قطر الشقيقة. الإنسان القطري أيضا رحب وتفاعل وانفتح واستضاف، ولكنه حافظ على القيم، وهذا أيضا أمر جميل وجميل جدا. سعيد أيضا بأن المغرب كدولة أيضا كانت موجودة أيضا بقطر وساهمت في هذا النجاح. دولة قطر نجحت والإنسان القطري نجحت، وكل العرب أصبحوا الآن أمام مسؤولية عظيمة، هو مسايرة هذا النجاح. مسايرة هذا النجاح يتطلب الكثير من التحدي، يتطلب الكثير من التركيز، ويتطلب الكثير أيضا من الاستفادة من هذه التجربة الناجحة. لابد أيضا من الاستفادة أيضا من قطر كيف نجحت وكيف تحدث رغم الإكراهات، سواء الإكراهات الجغرافية أو الإكراهات أيضا البشرية أو الإكراهات أيضا لكل الخصوم الذين كانوا يتربصون بها. قطر نجحت وما علينا إلا أن نفتخر بقطر وبنجاح قطر. واضح أستاذ. على فكرة في جملة مهمة جدا قالها أستاذ محمد الميغودي، قال أن المسؤولية الآن أصبحت عظيمة، المسؤولية أصبحت كبيرة جدا، باعتبار الآن على المستوى التنظيمي المسؤولية أصبحت غير عادية، لأن العرب رفعوا مستوى الطموحات عاليا جدا. يعني إن شاء الله البلد العربي الذي سيأتي لتنظيم كأس العالم يحقق نفس النجاح أو أكثر. نعرف في تقريبا 3 دول عربية بإمكانها أن تنظم كأس العالم، وممكن ستشارك في ملفات لتنظيم كأس العالم، منها المغرب، منها السعودية ومصر أيضا.
إن شاء الله لما لا يكون تنظيم آخر في مستوى عالي جدا وأيضا على المستوى الفني، لأنه الآن أصبح التأهل للدور الثاني يعتبر نتيجة عادية جدا بالنظر لما حققه المنتخب المغربي في آخر كأس عالمية. لهذا سقف الطموحات الآن